السلام عليكم وبسم الله. أولا، الأمير السعودي الوليد بن طلال من أغنياء العالم بثروة 32 مليار دولار. من هواياته جمع السيارات. قرر الأمير شراء سيارة مميزة فريدة من نوعها. اشترى مرسيدس بنز مرصعة بالألماس. الجسم والعجلات واللوجو حتى العادم مغطى بالألماس، مما يجعلها أغلى سيارة في العالم بسعر 48 مليون دولار. حتى أنه يتاجر فيها، يسمح للزوار بدفع 1000 دولار للسماح لهم الاقتراب ولمس السيارة. نذكر أن تم كشف النقاب عن السيارة في عام 2007 في دبي للاحتفال بالذكرى 50 لشركة مرسيدس. ثانيا، أغلى قصة حلاقة. السلطان حسن البلقية حاكم بروناي دفع 23 ألف دولار لقصة شعر. يعتبر السلطان حسن البلقية من أثرى أثرياء العالم، ثروته تقدر ب20 مليار دولار. طلب السلطان مقصورة فاخرة خاصة للحلاقة مع عدة جديدة كاملة بسبب الخوف الشديد من الإصابة بعدوى مرض إنفلونزا الخنازير. وهو أيضا مالك سيارة رولز رويس المطلية من الذهب 24 قيراط بسعر 13 مليون دولار. ثالثا، أغلى ساعة في العالم بسعر 24 مليون دولار مصنوعة من الذهب. هي ساعة مع وظائف متعددة، وتعد الساعة الأكثر تعقيدا صناعة في العالم. الساعة تحتوي على 920 جزء من صنع الإنسان، و430 مسمار بداخلها، و70 حجرا كريما، وكل هذا مصنوع يدويا. الساعة تمتلك 24 وظيفة، نذكر أهمها: تحتوي على تقويم دقيق حتى عام 2100، تحديد مراحل دوران القمر وأوقات الغروب والشروق وأجرام القبة السماوية، مع مخطط نجوم للسماء ليلا في مدينة نيويورك. تملك أجراس وتنبيهات للوقت مع مؤقت زمني حتى عام 2100 على الأقل. الساعة لا تزال في حالة عمل مثالية، وأخذت وقت من صناعها الشركة السويسرية العريقة باتيك فيليب 8 سنوات لإكمال صنعها ما بين 1925 و 1933. وتم بيعها أول مرة لصاحبها الأصلي جامع الساعات الأمريكي هنري جرافيس بسعر 15 ألف دولار في سنة 1933. لاحقا بعد وفاته تم شراؤها في عام 1999 من قبل الأمير القطري الشيخ سعود بن محمد آل ثاني بسعر 11 مليون دولار. بعد وفاة صاحبها الأمير القطري عادت الساعة إلى المزاد مجددا، فتم شراؤها من جديد في عام 2014 بسعر 24 مليون دولار في مزاد علني في سويسرا من قبل شاري مجهول الهوية استخدم بروكسي عبر الإنترنت للمزايدة كي لا يكتشف أمره. رابعا، الملياردير بيل جيتس صاحب ثروة 79 مليار دولار حاليا. المعروف عنه حبه للرسام ليوناردو دافنشي صاحب لوحة الموناليزا. بسبب حبه للاستكشاف، قرر بيل جيتس شراء كتاب الاختراعات الخاص بليوناردو دافنشي في عام 1994 في مزاد علني بسعر 30 مليون و800 ألف دولار. هذا يعني على أنه أغلى كتاب تم بيعه في العالم. خامسا، السلطان حسن البلقية حاكم بروناوي بثروة تقدر ب20 مليار دولار. قرر السلطان شراء طائرة خاصة، طلب أن تكون أغلى وأفخم طائرة في العالم. السلطان اشترى طائرة بقيمة 100 مليون دولار، ودفع مبلغ إضافي 120 مليون دولار للتعديل على الطائرة. الحمام وغرفة النوم مطلية من الذهب والكريستال. نذكر على أنه باع العديد من طائراته القديمة لأمراء عرب مثل الوليد بن طلال. سادسا، رجل الأعمال الروسي رومان إبراهيموفيتش، وهو مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، تقدر ثروته ب9 مليار دولار. قرر شراء يخت بسعر 500 مليون دولار، وأطلق عليه اسم إيكليبس أو الكسوف. اليخت الذي يتجاوز طوله 100 متر يملك نظام مرصد صاروخي ومهابط طائرات هليكوبتر، ويوجد على متنه حوض سباحة وديسكو وسينما وصالون حلاقة ومطعم، ويستهلك 3000 دولار من النفط في الساعة الواحدة، وهو أكبر يخت خاص في العالم. سابعا، البليونير ستيفن كوهن يملك ثروة 11 مليار و400 مليون دولار. هو جامع للفن، أنفق 137 مليون و500 ألف دولار على لوحة اسمها المرأة الثالثة
رسمت عام 1935 لصاحبها الرسام ويليام دي نونينغ. اللوحة على شكل امرأة وشوية خربشات غير مفهومة. ثامنا، آليك ويلدنستون. الفتاة كانت متزوجة من البليونير الفرنسي ويلدنستون، يملك ثروة 10 بليون دولار. كان عندها مشكلة في الإسراف بالمال، فاتورة الهاتف لوحدها تكلف 60 ألف دولار بالسنة. قامت بعمليات تجميل على وجهها أكثر من أي شخص آخر بتكلفة 4 مليون دولار. كان الهدف تحويل الوجه أقرب إلى شكل القطة. قامت بالعمليات لترضي الزوج بسبب حيوانه المفضل كان القطط، لكن الزواج انتهى في حال الطلاق، وحصلت على تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار. تاسعا، موكيش أمباني بثروة تقدر ب20 مليار دولار، قرر أن يستثمر الأموال ببناء منزل ناطحة للسحاب يتألف من 27 طابق فقط للاستخدام الشخصي. قيمة المنزل 1 مليار دولار. يملك مساحة 4 مليون قدم مربع من المساحة الداخلية. المنزل يحتوي على 600 عامل للمحافظة على نظافة وخدمة المنزل. عاشرا، الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، واحد من العائلة الحاكمة في إمارة أبو ظبي. امتلك جزيرة خاصة في أبو ظبي اسمها جزيرة الفطيسي. قرر الشيخ أن يترك علامة على أرض الجزيرة، فاستعان بالعمال لكي يكتبوا اسمه على الرمل عن طريق الحفر بشكل عميق لكي ترى بشكل واضح من الفضاء، بحيث تتكون الحروف ممرات مائية. كل حرف يملك طول 1 كيلومتر، لكن في عام 2010 تم طمها بالرمل. رقم 11، هذا ال11 يختلف تماما عن كل ال10 اللي ذكرتهم حاليا. 11، الملياردير إنغفار كامبرود صاحب محلات إيكيا، يملك ثروة قيمتها 3.5 مليار دولار. مع كل هذا المال قرر العيش بشكل متواضع طوال حياته. المعروف عنه يركب الطيارات بالدرجة الاقتصادية وهي أرخص درجة، والمنزل الذي يعيش فيه عادي جدا، وحتى السيارة التي يستخدمها هي فولفو 1993. والمعروف عنه سرقة الملح والفلفل من المطاعم، حتى انه يعلم الموظفين على طريقة العيش بتشجيع الموظفين بحفظ الفلوس. لا تنسوا اللايك والاشتراك والتعليق على هذا الفيديو. في امان الله.